ما هو ده المكمل السحري اللي بيقولوا عليه بيخلي الشعر والبشره واو وبشرتك هتلمع وغيره، بس محدش بيتكلم على تاثيره الهرموني. بس لازم اتكلم على تاثيره التاني للجسم عشان بعد فتره ما ارجعش اندم. طب ده ممكن ياثر فيا في ايه؟ شعر زايد في الجسم، خمول، نوم، دوخه، ارق، تعب، اجهاد، ريحه فم كريهه. كل ده ممكن يحصل لي بسبب جرعه زايده من السيلينيوم. ان هو لو مكمل غذائي امن مش هيبقى فيه الكونستريكشنز دي كلها لاستخدامه. ما ينفعش للحامل، ما ينفعش اللي بترضع، ما ينفعش اللي عنده لخبطه هرمونيه، ما ينفعش اللي عندها PCOS تكيسات في المبايض، ما ينفعش اللي عنده مشكله في البروستاتا، ما ينفعش اللي عنده مشكله في الغده. الفيديو ده مش مجرد فيديو هكلمكم فيه على الاعراض الجانبيه بتاعه سبلمنت معين او مكمل غذائي معين، ده توعيه شامله. ما ينفعش نستخدم مكمل غذائي بدون الدرايه باعراضه الجانبيه، وهل هو متوفر في الاكل ولا لا. هستفاد استفاده كامله من اخده اورالي او اخده عن طريق الفم ولا لا، خصوصا لو المكمل الغذائي ده هو عباره عن معدن، لان المعادن دي بتبقى موجوده في الميه، موجوده في الاكل، وموجوده حوالينا في كل حته. السيلينيوم ده اللي هو معدن المفروض ان احنا بنستخدمه كمضاد للاكسده. انا مش بنكر فعاليه السيلينيوم كمضاد قوي جدا للاكسده والجسم بيحتاجه، لكن لو الجسم محتاجه وانس ان الجسم مش محتاجه او بيخش جسمي بنسبه زايده او غير مرغوب فيها، ابدا اشوف منه اعراض جانبيه مش لذيذه. ما هو ده المكمل السحري اللي بيقولوا عليه بيخلي الشعر والبشره واو وبشرتك هتلمع وغيره، بس محدش بيتكلم على تاثيره الهرموني. السيلينيوم بشكل غير مباشر بيحرر التستوستيرون اللي بيكون مرتبط بالدم، فيعلي معايا حاجه اسمها فري تستوستيرون، وده هرمون الذكوره الحر في الجسم اللي الجسم بيقدر يستغله في العضلات والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي، البروستاتا وغيره. لما الفري تستوستيرون يزيد في الجسم ده بالنسبه لي كأنثى مش احسن حاجه، وبالنسبه للذكر عنصر خطوره لما يعدي سن معين، وبرده مش احسن حاجه للناس اللي بتعاني من الصلع الوراثي او من اي امراض هرمونيه تانية. مش بس كده، السيلينيوم بيعلي انزيمات وهرمونات الغده، يعني بعد فتره من استهلاكه بلاقي ان انا عندي نشاط شويه في الغده، وساعات بيسبب زياده في الوزن. ده غير ان هو بيعمل حاجه اسمها ميميك استروجين افكت، يعني ميتالو استروجين افكت، يعني بيقلد هرمون الانوثه في جسمنا، يعني بيروح يقعد في مستقبلات هرمون الانوثه. لما الجسم يلاقي ان مستقبلات الاستروجين حصل لها ساتوريشن او مشبعه، يبدا الجسم يقلل من افراز الاستروجين الطبيعي اللي فيه، فيجي بعد فتره يحصل لي لخبطه في الهرمونات لان الاستروجين الطبيعي ده قل. ده بحث بيثبت ان في نوع من انواع الهرمونال او الاندوكراين ديسربشن، اللخبطه في الهرمونات اللي بتحصل بسبب السيلينيوم ايس. السيلينيوم ايس ده بقاله فتره الناس بترشحه على السوشيال ميديا ان هو المنقذ للشعر والبشره والحاجه اللي هتقيك من الاكسده والذي منه. انا مش معترضه على ده، ومحدش يقدر ينكر فعاليه السيلينيوم، كل حاجه بحساب. كل الابحاث دي بتثبت تاثير السيلينيوم على الانزيمات والهرمونات في الجسم. السيلينيوم انا بحتاجه يوميا بجرعه 4 مايكروجرام، وده الجرعه اللي بتدخلي وزياده عن طريق اللحوم والميه والخضروات اللي انا باكلها. لما انا ادخل مكمل غذائي في جسمي زياده عن الحاجه دي، خصوصا ان انا ما عنديش ديفشنسي او حاجه او مشكله في امتصاص المعادن اصلا من البطن، يعني بسبب جرثومه او اي وضع تاني في البطن، يبقى انا كده بعرض نفسي لمخاطر السيلينيوم، خصوصا ان هو الاوفر دوز منه حساسه جدا، الجسم حساس ليها، وبسهوله جدا ممكن احس بطعم معدني في بقي، بدوخه، بصداع، بغمامات نفس وترجيع وغثيان. كل دي اعراض جانبيه للسيلينيوم. ده غير ان هو ما ينفعش للحامل، للي بترضع، للناس اللي عندهم خلل في الغده الدرقيه بدون ما يتابعوا مع حد متخصص ويعرفوا هما بياخدوا ايه. باختصار السيلينيوم ما ينفعش ان هو يترشح زيه زي اي مكمل غذائي ملوش اي اعراض جانبيه. مش السيلينيوم بس، انا ما بحبش ترشيح المعادن بشكل عشوائي، لان انا الميه اللي بشربها فيها انتيك معدني يومي للجسم، بس لازم اتكلم على تاثيره التاني للجسم عشان بعد فتره ما ارجعش اندم. طب ده ممكن ياثر فيا في ايه؟ شعر زايد في الجسم، خمول، نوم، دوخه، ارق، تعب، اجهاد، ريحه فم كريهه. كل ده ممكن يحصل لي بسبب جرعه زايده من السيلينيوم. ده غير ان السيلينيوم ايس ده فيه جرعه كبيره من الريتينول، هو فيه فيتامين اي 1500 وحده دوليه، مزيج ما بين البيتا كاروتين والريتينول، واللي هو ممكن يزود اي لخبطه في الغده والجسم بيمتصه بشكل كامل. هو فيتامين اي، يعني انا لو ما عنديش احتياج لفيتامين الف ده انا همتصه بشكل كامل. انا مش بنصح بالفيتامين ده كمضاد للاكسده،
وفي حاجات كتيره جدا بديله ليه طبيعيه وفي الصيدليه اقدر ان انا استفاد منها بديله للفيتامين ده. باذن الله هكلمكم على بديله الطبيعي اللي هو يعتبر مستخلص نباتي، هيساعدنا كتير، وهقول لكم فوائده وازاي نعمل له دوز وازاي نظبط جرعته وازاي نحسوا معايا بفرق في اكسده البشره وفي صحه الجسم. مش هتكلم على مكمل واحد بس، ممكن مكمل او اتنين هيساعدونا كتير ان احنا نقاوم الاكسده بشكل صحي. ده كل اللي عايزه اقوله في الفيديو ده. اكتبوا لي في الكومنتس تجربتكم مع المكمل ده، ولو انتوا استخدمتوه قبل كده. استنوا الفيديو الجاي هقول البديل بتاع المكمل ده. تابعوني على السوشيال ميديا عشان هناك بننزل فيديوهات صغيره بنتكلم فيها عن كل حاجه باختصار وبنتواصل بشكل احسن. سيبوا اسئلتكم في الكومنتس واعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا اكتر.